السلام عليكم. مبروك يا جماعة. البانيه كان الكيلو ب210 آخر مرة كنا جايبينه يعني. دلوقتي زي ما انتوا شايفين الكيلو ب175. المفروض ان انا بعت للفرارجي يجيب لي نص كيلو يعني. هو كريم قوي راح بعت لي 650 جرام. هذا يعني الحاجة رخيصة قوي. 650 جرام ب115 جنيه. فالكيلو الحمد لله نزل من 210 آخر مرة كنا جايبينه بقى 175 جنيه. يلا يا جماعة، يلا هاتوا بقى بانيه وهيصوا وكلوا والدنيا زي الفل اهي. الحمد لله. تخيل حتتين بانيه زي دول ب115 جنيه، مش كيلو، لأ، ده الكيلو ب175. يعني زي ما بقول دايما، أسرة من 4 أفراد، بلاش نقول 5 و6، في أسر 5 و6 و7 كمان. خلاص يعني لو جابوا حتتين بانيه زي دول من 4 أفراد هل هيكفوهم؟ ما اعتقدش، لان دول مفيش يعني، هتلاقيهم 6 7 حتت بالكتير قوي، مش هيكفوا. لان بالذات بيبقى الاعتماد عليهم اكتر في الاكل، ولو معاهم شوية مكرونة شوية حاجة. لكن الحمد لله، برضو الحمد لله ان في حاجة نزل سعرها شوية يعني. انا جايب عشان كده يعني، عشان اطمن الناس والجمهور ان الحمد لله حاجة نزلت اهوت، واحنا صورناها وبنجيبها وبنقولها يعني. فاحنا بنفرح وبنتبسط بالعكس والله. بس وزي ما قلت، ولا انا بهري ولا بطبل، ماليش في الحاجات دي الحمد لله. لان مش عايز من الدنيا حاجه يعني، ما تلزمنيش الدنيا اساسا. ولا انا في وظيفه وبسعى لمنصب، ولا انا محتاج كل شهر حد يديني 200 ألف جنيه، ولا الكلام من ده. لا، احنا عايزين بس ستر ربنا اهم حاجه، وتمشي يعني اهو، على قد ما تمشي. فانا حبيت بس ان انا برضه اصور وافرحكم، واقول لكم اجروا بقى هاتوا بانيه وهيصوا، لان البانيه بقى الكيلو ب175 جنيه بس. يا حلاوة، يا حلاوة. اهدي، ايه اللي احنا عايشين فيه دي يا جدعان؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لكن الحمد لله، يلا كله حلو الحمد لله. المهم ربنا يسترها معانا ويخرجنا منها على خير. فانا حبيت بس اطمنكم ان الحمد لله البانيه بقى سعره كويس ومعقول اهوت، ورخيص جدا. 175 جنيه الكيلو بس يعني، اظن مفيش ارخص من كده بقى. بلاش طمع يا مصريين بقى، بلاش طمع. احمدوا ربنا. الله، ايه ده؟ كيلو البانيه ب175، في ايه تاني عايزينه بكام يعني؟ انتوا مش فاهمين بقى. بلاش يا بلاش، 175 جنيه الكيلو، يا بلاش. تجيبوا أسرة من 4 أفراد وهم قاعدين كده يقزقزوا مع حبة مكرونة، وحبة مكرونة مع قوطة بتاعت تدخل لها برضو يعني. يعني غدوة تدخل لها في 250 جنيه دلوقتي ل4 أفراد. حاجة كده ببلاش يعني، بسم الله ما شاء الله. أقول إيه بس؟ أقول إيه؟ ربنا يرحمنا. وأنا قلت الغلاء ده ليه 3 أسباب زي ما بقول دايما في كل فيديوهاتي. الأول، تقصير الدولة وعجزها عن محاربة هذا الغلاء الفاحش. 2، طمع وجشع التجار الذي وصل لحد أقصى مدى. و3، زي ما قلت، الأزمة العالمية، ودي ما نغفلهاش أبدا، لأن العالم كله بيعاني. والغلاء في كل مكان وفي كل دولة، الغلاء ده مش في مصر بس. فكله بيعاني وكله بيشتكي وكله بتاع، عشان بس إيه، ما نزايدش على حاجة يعني. بس كده. والفيديوهات أنا بعملها عشان نبقى مع بعض في الصورة في الأمور دي، وزي ما قلت ندخل نتناقش باحترام وبأدب، نتكلم كويس، وكله يبقى تمام إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.